بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة، والجهاز الفني يمنح اللاعبين راحة من التدريبات قبل بدء الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي. أشرف بن شرقي وعدد من اللاعبين يدعمون يوسف بلعمري بعد سيطرة الحزن عليه بسبب استبعاده مؤخراً، ويطالبونه بالصبر وانتظار الفرصة للرد داخل الملعب. أحمد شوبير يؤكد أن المدير الفني يستروب يدرس الدفع بيوسف بلعمري في خط الوسط خلال الفترة القادمة. محمد شكري يطلب موافقة الأهلي على انتقاله إلى نادي زد بسبب عدم قناعة الجهاز الفني به وتفضيل كوكا وكريم فؤاد عليه. جماهير الأهلي تنتظر جلسة تجمع سيد عبد الحفيظ مع المدير الفني لحسم ملف بلعمري ومعالجة تراجع مستوى الفريق خوفاً من خسارة الموسم. حسام حسن ينتظر نتيجة أشعة تريزيجيه على العضلة الخلفية أملاً في عدم غيابه عن معسكر المنتخب المقبل. عمر سيد معوض يأمل الحصول على فرصة مع الفريق الأول بعد إصابات زيزو وتريزيجيه ورحيل عبد القادر ومحمد عبد الله. أصوات داخل الأهلي تقترح إعادة أشرف بن شرقي للجبهة اليسرى مع مشاركة الشحات أو طاهر في الجناح الآخر أمام الإسماعيلي. بعض جماهير الأهلي تنتقد محمد علي بن رمضان وترى أن الإبقاء على أحمد رضا أو إعادة عمر الساعي كان سيكون أفضل. أحمد خالد كباكا يؤكد أنه لم يرفض العودة للأهلي، لكنه يخشى الجلوس بديلاً في ظل مشاركته أساسياً مع زد واهتمام أندية خارجية به. مودي ناصر لاعب إنبي يرحب بالانضمام للأهلي وينتظر تحركاً رسمياً لضمه، خاصة بعد تجميده لرفضه التجديد. أصوات داخل الأهلي تقترح التعاقد مع الفلسطيني بدر موسى مهاجم بتروجيت بعد فشل اختبارات مهاجم كاميروني وتعثر صفقة مهاجم سيراليوني بسبب المطالب المالية. إمام عاشور يؤكد أن سفره للسعودية كان لأداء العمرة فقط، وأنه أنهى تصوير حلقته مع رامز جلال منذ فترة. الزمالك يعرض شيكو بنزا على أندية ليبية، ورئيس نادي عود الفخوري السابق يؤكد اختيار اللاعب بيراميدز على حساب الأهلي بسبب الضغوط الجماهيرية. كريم فؤاد يوجه الشكر للمدير الفني بعد منحه فرصة المشاركة أمام شبيبة القبائل عقب غياب طويل بسبب الإصابة. بيراميدز يوافق على انتقال بلاتي توريه إلى أهل طرابلس ورحيل محمد رضا بوبو إلى سيراميكا كليوباترا بسبب ازدحام خط الوسط. هشام حنفي يرى أن أخطاء محمد الشناوي زادت مؤخراً، ويؤيد استمرار مصطفى شوبير أساسياً مع أهمية ثبات مركز حراسة المرمى. هشام حنفي يؤكد ضرورة الالتزام بقرار إيقاف إمام عاشور للحفاظ على مبادئ النادي، ويتمنى تألق الشحات وبن شرقي وطاهر لتعويض الغيابات. هشام حنفي يرى أن مشاركة كريم فؤاد رسالة بعدم القناعة بمحمد شكري، وأن رحيل الأخير سيكون الأفضل إذا استمرت قلة مشاركاته. حمادة صدقي يؤكد أن دفاع الأهلي كان مخترقاً أمام شبيبة القبائل، وأن الفريق كان مهدداً بالخسارة بأكثر من هدف بسبب ضعف الضغط والتنظيم الدفاعي. حمادة صدقي يطالب محمد علي بن رمضان بمراجعة نفسه، ويؤكد ضرورة تدخل الجهاز الفني لعلاج السلبيات قبل خسائر محتملة. حمادة صدقي يرى أن التدوير بين الحراس غير مناسب للفرق الكبرى، ويؤيد استمرار مصطفى شوبير أساسياً لتفوقه في الفترة الأخيرة. حمادة صدقي يؤكد أن المباريات الأربع المقبلة في الدوري ستحدد بشكل كبير بطل المسابقة. مصطفى عبده ينتقد المعدل البدني بسبب إصابات زيزو وتريزيجيه، مطالباً بتخفيف الأحمال على لاعبي المنتخب لتجنب الإصابات. مصطفى عبده يؤكد أن الأهلي لا يملك بدائل قوية لزيزو وتريزيجيه، وأن الفريق ظهر هجومياً بشكل ضعيف أمام شبيدة القبائل لولا تألق مصطفى شوبير. وليد سليمان يرى أن تغير المدربين أثر على مستوى بن رمضان، لكنه يطالب اللاعب والأجانب بشكل عام بتقديم الإضافة المنتظرة للفريق.